يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح السفود، يا صباحكم معطر بذكر الرحمن. نورتوني وشرفتوني. وفي البدايه احب ارحب بالساده المتابعين والساده المشاهدين واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. طبعا انا داخله معاكم بايه عزه، داخله معانا بسمك ماكريل. الله عليك، ماكريل مره واحده، ايوه ماكريل مره واحده. بس طبعا كنت مطلعه الفريزر، كنت جايباه قبلها بيوم فحطيته في الفريزر عشان استخدمه تاني يوم. بس قبل ما نبدا الطريقه نحب الاول كده نصلي على حبيبنا المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بحب ارحب بكم طبعا بكل اخواتي اللي داخلين معانا جديد بالقناه، وكل اخواتي اللي دايما بيشجعوني من مصر ومن خارج مصر. كلكم تحيه غاليه من قلبي لكل اخواتي الغاليين اللي بحبهم بصراحه، وبحس ان هم عيلتي التانيه. تمام، نبدا بقى بالطريقه بتاعتنا الجميله ونقول هنعمل ايه. طبعا ده سمك ماكريل، هنبدا ان احنا نقطعه تقطيع كويس. تمام كده قطعناه. طبعا انا مختصر معاكم الفيديو على اساس ان برده مطولش معاكم كتير، واجيب ايه طريقه مختصره كل استفاد منها. طبعا السمك ما شاء الله زي ما انتم شايفينه مبطرخ اهو. مبطرخ ما شاء الله. السمك الماكريل اول مره بصراحه في حياتي نجيب سمك ماكريل ويطلع مبطرخ. طبعا قطعت السمك تقطيع كويس، فبوريكم ان انا قطعت الواحده على 3 قطع. عملت الواحده على 3 قطع. طبعا جبت انا شويه رز مصري نقيتهم بتنقيه كويسه، فتحت طبعا باب البلكونه عشان الاوضه زي ما انتم عارفين الاوضه عندي في المطبخ ضعيفه، فبحاول ان انا اقويها بباب البلكونه شويه. مع ان بصراحه دلوقتي المفروض ما نفتحش الباب كتير عشان الذباب وكده، بس ما علينا. طبعا غسلت رز غسيل كويس، وابدا اخد الميه بتاعته اغسل بقى السمك. انت هتغسلي السمك يا عزه بميه الرز؟ اه يا جماعه هغسل السمك بميه الرز. سبحان الله، هو ده محلول النقع كده جاي لنا من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش محتاجه اي اضافات تضيفها معاه غير ميه الرز. بصراحه بتشيل اي زفاره، اي تكتلات دم، اي حاجه ما شاء الله. وبرجع اغسلها وبنقعها تاني. بس سبحان الله اول حاجه بستخدمها بقى، حطيت انا طاسه على البوتاجاز وحطيت فيها شويه زيت، وبدات ان انا اضيف لها شويه شعريه. طبعا كل مره بنعمل رز صياديه جنب السمك المقلي او كلام من ده، فقلنا لا نغير ونعمل ايه، نعمل شويه رز بشعريه حلوين كده يستاهلوا بقكم الحلو ده. هنا طبعا زي ما انتم شايفين بدات ان انا احمر الشعريه واحده واحده، تفضل معاها لحد ما يبقى لونها ذهبي كده. آه حلو، يعني توصل للون الجولد، ما تحمرهاش قوي ولا تخليها بيضه قوي، تخليها لونها جولد كده او اغمق من الجولد شويه. اهو شايفين اللون الجولد ده؟ خلي بالكم البضاعه يا جماعه عندي بتفتح وبتغمق، فمحدش يعني ايه كده. اهو اللون الجولد اللي انا بقول لكم عليه او اغمق من الجلد شويه. تمام. طبعا خلاص انا هنا حمرت الشعريه تحمر كويس، هبدا ان انا اضيف الرز، وابدا ان انا احط له الملح والميه المظبوطه، وابدا ان انا احطه بقى يستوي على البوتاجاز. يكون انا خلصت السمك وتتبيله السمك والحاجات الحلوه بقى مدرجه من السمك. تعرفوا ان انا من اكتر عشاق الاسماك بصراحه، بحب الاسماك بانواعها، صواني، مقلي، مشوي، ماكريل، مثلجات، كابوريا، جمبري. بصوا انا من عشاق الاسماك، حطوني في الاسماك ومالكوش دعوه والله العظيم بجد. يعني ماليش في اللحوم في الفراخ في الحاجات دي، لا انا اسماك اكتر حاجه بحبها بجد. المهم احنا طبعا حطينا الملح وحطينا الميه بتاعتها، وهنبدا ان احنا نقلبها كده، نحطه على البوتاجاز يستوي براحته. هنبدا نرجع للسمك. هنا طبعا السمك معانا ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. شايفين ميه الرز بقى لونها احمر ازاي يا جماعه؟ طبعا دي طلعت كل التكتلات اللي فيها دم اهو. ما شاء الله ما شاء الله، والله العظيم بجد يا جماعه احلى محلول ماء تستخدمي في اللحوم، في الاسماك، في الفراخ، في الحاجات دي. تبدا ان انت تخفيها واحده واحده. هنا طبعا بغير لها الميه خالص لحد ما احس ان الميه بقت ميه صافيه بيضه. شايفين فتحة الميه بتتكرر عليها اكتر من مره لحد ما الميه طبعا تغير لونها خالص وتبقى ميه نضيفه رايقه. تمام اهو. بعد ما وصلنا بقى للمرحله دي هنبدا ان احنا بقى نسيبها ونبدا نجهز التتبيله. التتبيله دي عباره عن تتبيله معاكم، جهزنا التتبيله معاكم عباره عن توم وفلفل اخضر، كزبره وشبت، ملح، كمون، كزبره، فلفل اسمر او اسود على حسب ما بتسموه، ناس بتسميه كده وناس بتسميه كده. بهارات لحم. طب انتوا بتضيفوا بهارات لحمه ليه يا عزه مع تتبيله السمك؟ بهارات اللحمه يا جماعه بتدي تيست حلو قوي بصراحه مع السمك المقلي، جربوها كده اللي هي بهارات اللحمه او السبع بهارات. جربوا الثلاثه مع بعض كده وشوفوا انتوا هتديلكوا تيست. بصوا حكايه. طبعا انا دقيتها في الهون، تعملها في الكبه في الهون براحتك. المهم ان انا فرمتها وبدات ان انا غسلت السمك طبعا غسلت كويس وصفيته، وهبدا ان انا احط عليه هبدا ان انا اتبل بقى السمك معاكم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي.
والله بجد يا جماعة التتبيلة دي خطيرة خطيرة خطيرة، بتدي للسمك طعم حلو أوي أوي. هتجربوها معانا وشوفوها وتقولي ايه رأيكم في الطعم. بصراحة الطعم خيال 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 بالتتبيلة دي. طبعا زي ما انتم شايفين كده ان احنا نحشيها من قلبها ونتبلها بره وجوه. انت طلعها الطريقة دي بصي ما تدوريش بقى، بس جربها تصدقيني بالطعم ده وانت هتشوفيه. طبعا هتبلها كلها زي ما انا وريتكم الطريقة واحدة واحدة. طبعا اهو شايفين بره وجوه، ونبدأ نجيب بولة تانية او طبق نبدأ ان انا افضي فيه وافضل ارص فيه الحاجات دي. ماشي حبيبي، نفضي فيه الحاجة زي ما انتم شايفين كده. معلش يا جماعة ان انا عندي ماما بقى وبصوا انا بمنتج الفيديو دلوقتي وانا قاعدة قدام البوابة، فكل راح اللي جاي يتكلم معايا. انا قفلت التسجيل اكتر من كام مرة، في الاخر قلت لا والله ما هتقفل. خلاص خليكي بقى. المهم كنت عاملة فيديو طبعا بالليل امبارح، وصبحت تاني يوم جيت عند ماما وكده، فعايزة امنتج الفيديو فهنزله لكم النهارده. حتى هتكتشفوا تلاقيني نزلت فيديوهين ورا بعض. ايه ده، عايزة اتطورت ونزلت فيديوهين ورا بعض. اه يا جماعة، اصل الشبكة هنا احسن من عندي، انا عندي بصوا تحت الصفر. لا هنا يعني نوعا ما الحمد لله. فاعذروني بقى لو سمعتوا اي اصوات اي حاجة كده كده، تمام يعني شغال، لاني تعبانة شوية بس معلش. المهم يعني تبلنا السمك ده كله، هتبل كل الكمية كلها، وبعد كده هنبدأ ان احنا ايه نروح على الزيت بقى. تبلت البطروخ، ايه رأيكم بقى؟ تبلت البطروخ بقى حكاية بصراحة، ما تخش لحد عليه. يا نهار ازرق، الدوشة هتزيد، استنوا اقفل الصوت يا ولاد. إيه... اعذروني يا جماعة كنت انتوا بتسمعوا ايه دوشة وكده. معلش انا قلت لكم انا عند ماما فهدوها بقى. طبعا انا نضفت الحوض كويس بعد ما خلصت السمك، غسلته غسيل كويس عشان نبدأ ان انا اعمل ايه، اعمل الخضرة. جايبه البصل الاخضر بقى والجرجير، مش بقول لكم بقى اكل السي فود بحبشتكناتها بالحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها دي. جبت هنا طبعا الجرجير والبصل، بدات ان انا انضف واحده واحده اهو. هبدا ان انا انقعهم عشان اغسلهم غسيل كويس. على فكره بقى في حاجات كتير بفوتها، بس عشان طبعا ضغط الفيديو كده مش عايزه ان انا اسرعه، فوريكم ان انا بعمل ايه واحده واحده. ده البصل الاخضر شايفين، اظن البلاد كلها تعرف البصل الاخضر. هنا عملت الجرجير وابدا ان انا انقعه لحد ما اغسله غسيل كويس. اقسم بالله ما عارفه اتكلم، والله ما عارفه اتكلم. مش عارفه اتكلم منهم. انتوا عارفين بقى ان بيت العيله ما شاء الله زي ما انتوا فاهمين بقى، الدوشه والهيصه والاولاد وولادي على ولاد اخويا، بصهم هيصه. الله يكون في عون مامتي بصراحه. ده انا بقول لها انا باجي اقضي معاكم يوم هنا، انا بروح بحس ان انا عايز اقول لكم مورستان. اه والله مورستان. وانا من طبعي ان انا بحب الهدوء قوي قوي، مش بحب الدوشه ولا الهيصه ولا الكلام، لا بحب الهدوء جدا. انا شخصيه كده بحس ان انا معتكفه عن العالم كله، بحب الهدوء جدا، ما بحبش الخلطه كتير مع حد، مع ان الناس كلها بتحبني وكده بيحترموني وبيعزوني بجد كاخت، بس انا بصراحه مش بحب لا بحس ان معاناه. المهم زي ما انتم شايفين بقى ان انا تبلت السمك كله، وبدات ان انا اتعامل في الدقيق. شايفين هتسمعوني ولا تسمعوا ماما؟ اه والله العظيم ده احنا في معلم. يا يعلم بالله ربنا. المهم طبعا هنا بتبل السمك بالدقيق، خلاص عملته الاول بالتتبيله وبعد كده بدات ان انا اعمله بالدقيق عشان نحطه في الزيت. اعذرونا على الاضاءه يا جماعه، الاضاءه بتغمق وبتفتح وبصوا مش عارفه، بس تمام يعني تمام اهو. هنبدا ان احنا نحمره في الزيت بقى وخلاص بقى كده، الموضوع تمام ومية مية. الرز استوى معانا شايفين، حطيت هنا زيت، هتعمليها لي حمر فلفل، حمر فلفل تمام. نحمر فلفل ونبدأ نجهز السلطة، وحطيت السمك والفلفل وكل حاجة تمام بتستوي، وانا بقى بجهز السلطة. وهبدأ ان انا جبت حاجتها جرجير على فلفل، جرجير وشبت وكزبرة وطماطم وخيار. لو عندي جزر بحب اضيف جزر بصراحة للأكل، بس مش موجود عندي حاليا. طبعا انا حمرت الفلفل وحطيت له دقة توم وفلفل وكده وملح، وبدأت ان انا احط له الخل. انا عملنا طبق سلطة محترم، ووصلنا لطبق السلطة الحكاية اللي انتوا شايفينه ده. بصوا اقسم بالله خيال، بالليمون كده مزازة وطعامة مفيش زيها. ايه رأيكم بقى؟ كده وصلنا للنهاية.
هنا الرز وشعرية، حطينا السمنة